ليه بنرجع لنفس الأشخاص اللي وجعونا؟ في حد في حياتك وجعك أكتر من مرة، وكل مرة تقول لنفسك خلاص المرة دي انتهت، وبعد فترة تلاقي نفسك رجعت تاني. والسؤال هنا مش انت ليه ضعيف، السؤال الحقيقي ايه اللي بيخلي عقلك يرجع لشخص هو عارف انه ممكن يوجعه؟ والأغرب إنك مش دايما بترجع لإنك لسه بتحب. أحيانا أنت بترجع لإن عقلك اتعلم يربط الشخص ده بحاجة تانية، الراحة اللي بتيجي بعد الوجع. والنهاردة هنحاول نفهم ليه الدايرة دي بتتكرر، وليه أحيانا بنعرف إن العلاقة بتأذينا ومع ذلك بنرجع لها تاني. خلينا نفترض إن في شخص في حياتك في البداية كان كل حاجة أنت محتاجها، اهتمام، كلام حلو، وجود مستمر، إحساس إنك مهم، وبعدين فجأة يتغير، يبعد، يتجاهلك، يختفي. فتبدأ تسأل نفسك وأنا عملت إيه؟ هو اتغير ليه؟ هو لسه بيحبني؟ وبعد فترة يرجع يعتذر، يرجع باهتمام بنفس الشخص اللي عرفته في البداية، وفجأة تحس براحة شديدة وتقول أهو رجع زي الأول، فتسامح وترجع. وبعد فترة الدايرة تبدأ من جديد، يقرب، يبعد، يوجعك ويرجع. والمشكلة إن كل مرة بيرجع فيها الأمل بيرجع معاه، وده واحد من الأسباب اللي ممكن تخلي التعلق بالنمط ده أقوى بدل ما يضعف. في علم النفس في مفهوم اسمه intermittent reinforcement، التعزيز المتقطع. ببساطة المكافأة هنا مش بتيجي بشكل ثابت، مرة الشخص يهتم بيك جدا، ومرة يختفي، مرة يحسسك إنك أهم شخص في حياته، ومرة يخليك مش عارف انت واقف فين. والمشكلة إنك مش عارف إمتى لحظة الاهتمام الجاية هتيجي، وده ممكن يخليك تفضل منتظرها، مش لأن الألم حلو، لكن لأن لحظة الراحة بعد الألم ممكن تكون قوية جدا. فأحيانا انت مش بتجري ورا الشخص نفسه، انت بتجري ورا لحظة الرجوع، لحظة ان الشخص اللي اختفى ظهر تاني. والعقل يبدأ يتعلم اصبر شوية يمكن يرجع. تعالوا نشوف القصة دي مع بعض. تخيل بنت تعرفت على شخص في البداية كان مثالي بالنسبة لها، اهتمام مستمر، رسايل، مواعيد، كلام يخليها تحس إنها أهم حد في الدنيا. بعد شهرين بدأ يبعد، يتأخر في الرد، يلغي مواعيد، يختفي بالأيام، وكل مرة كانت تقرر خلاص أنا كمان هبعد. ومجرد ما تبدأ فعلا تبعد يرجع، اعتذار، اهتمام، هدايا، وكلام شبه بداية العلاقة تماما. فتقول لنفسها هو كويس بس كان مضغوط، وترجع. وبعد فترة يتكرر نفس الشيء، تقرب، تبعد، ترجع، وفي كل مرة تقول المرة دي مختلفة. لكن اللي كان بيحصل فعلا إنها بقت تنتظر لحظة رجوعه أكتر من أي وقت فات. وهنا بيحصل شيء غريب، ممكن بعد كده تدخل علاقة جديدة والشخص الجديد يكون واضح، موجود، مهتم، مش بيختفي، مفيش شد وجذب، ومع ذلك تحس إن العلاقة دي
مملة، وتسأل هو أنا مش حاسس ليه بحاجة. لكن أحيانا المشكلة مش إن العلاقة مملة، المشكلة إنك مش متعود على الهدوء. لو اتعودت لفترة طويلة على الشد والجذب، ممكن تبدأ تخلط بين الانتظار والاهتمام، الغيرة والحب، الخوف من الفقد والشغف، والقلق والانجذاب، مع إنهم مش نفس الحاجة. العلاقة الصحية مش المفروض تخليك طول الوقت خايف إنك تخسر الشخص. وأحيانا الهدوء اللي انت شايفه ملل هو ببساطة أمان انت مش متعود عليه. بس خليني أسألك سؤال، لو شخص جديد تماما دخل حياتك النهاردة ومن أول أسبوع بدأ يتجاهلك ويختفي ويرجع وقت ما يحب، هل كنت هتقول يا سلام دي علاقة فيها شغف؟ غالبا لأ، كنت هتقول الشخص ده متعب. طيب ايه اللي اتغير، الشخص نفسه ولا التاريخ اللي بينكم؟ لأن أحيانا احنا بنسمح من الشخص القديم بحاجات عمرنا ما كنا هنقبلها من شخص جديد، مش لأن تصرفاته بقت أقل أذى، لكن لأن بينكم ذكريات وأمل وتاريخ. في سبب تاني ممكن يخلينا نتمسك بعلاقة مؤذية، الألفة. العقل أحيانا بيكون أكثر ارتياحا للحاجة اللي يعرفها ويتوقعها، حتى لو الحاجة دي مش صحية. لو اتعودت على نمط معين من العلاقات، ممكن النمط ده يبقى بالنسبة لك هو الطبيعي، مش لأنه الأفضل، لكن لأنه المألوف. وعشان كده أحيانا العلاقة الجديدة والصحية بتخوفك، مش لأنها وحشة، لكن لأنها مختلفة. مفيش قلق، مفيش مطاردة، مفيش سؤال كل يوم هو لسه بيحبني؟ فيبدأ عقلك يقول في حاجة ناقصة، مع إن الحاجة الناقصة ممكن تكون الدراما اللي انت اتعودت عليها. وفي حاجة تانية بتحصل لما تستثمر وقت ومشاعر وذكريات أكتر في علاقة، ممكن يبقى أصعب عليك تتقبل إنها انتهت، وتقول لنفسك بعد كل اللي حصل ده معقول أسيبه؟ لكن خليني أقولك حاجة، الوقت اللي خسرته في علاقة مش سبب يخليك تخسر وقت أكتر فيها. الماضي بيفسر تمسكك، لكن مش لازم يحدد مستقبلك. القصة التانية، تخيل شاب كان بينه وبين صاحبه مشاكل كتير، كل مرة يحصل تجاوز ويقول دي آخر مرة، وبعد فترة يرجعوا يتكلموا. فسألته انت ليه بترجع له كل مرة؟ قال لي بحس ان مفيش حد تاني هيفهمني زيه. ودي جملة بنسمعها بأشكال مختلفة جدا، محدش هيحبني زيه، محدش هيعرفني زيه، احنا بينا حاجات كتير، بعد كل السنين دي أبدأ من جديد. لكن أحيانا احنا مش بنتمسك بالعلاقة لأنها صح، احنا بنتمسك بيها لأننا استمرينا فيها كتير، وبنخاف إن كل اللي عشناه يطلع بلا معنى. لكن انتهاء العلاقة مش معناه إن كل الذكريات كذبة، ومش معناه إن الوقت اللي عشته كان بلا قيمة. ممكن تكون العلاقة علمتك حاجة وفي نفس الوقت تكون انتهت. وده يمكن يكون أصعب سؤال في الفيديو كله. أحيانا انت مش بتعلق بالشخص الموجود قدامك دلوقتي، انت متعلق بالنسخة اللي عرفتها في البداية، بالشخص اللي كان بيهتم، باللي كان بيسأل عليك، اللي خلاك تحس انك مهم. وبتفضل مستني النسخة دي ترجع، فتقول هو مش وحش، هو بس اتغير، أو أكيد هيرجع زي الأول. لكن اسأل نفسك بصراحة، أنا بحب الشخص اللي قدامي دلوقتي ولا بحب الشخص اللي أتمنى يرجع؟ يمكن يكون هو الفرق بين الحب والتعلق. والحقيقة يمكن أنت مش بترجع للشخص
لأنه أفضل اختيار ليك، ويمكن حتى مش لأنك بتحب الألم. انت ممكن تكون بترجع للجزء الحلو اللي كان موجود قبل الألم، للرسالة اللي كنت مستنيها، للاهتمام اللي كنت محتاجه، للنسخة اللي خلتك تحس إنك كل حاجة. يعني أحيانا انت مش بتحاول تسترجع الشخص، انت بتحاول تسترجع الإحساس اللي كنت بتحسه معاه. وده فرق كبير، لأن لو فهمت الفرق هتبدأ تسأل نفسك سؤال أهم من هو ليه بيعمل فيا كده؟ هتسأل ليه أنا مستمر في انتظار نسخة من الشخص يمكن ما ترجعش أصلا. ولو انت دلوقتي في علاقة بالشكل ده، جرب تعمل حاجة بسيطة. اكتب ورقة بنصين، في ناحية الشخص كما هو الآن، وفي ناحية تانية الشخص كما أتمنى أن يكون. واكتب بصدق بيتعامل معايا ازاي دلوقتي، وبيتعامل معايا ازاي في خيالي. هل أنا متعلق بالواقع ولا بالأمل؟ لأن أحيانا أصعب حاجة مش إنك تسيب الشخص، أصعب حاجة إنك تسيب الصورة اللي كنت مستنيها منه. ولو انت بتمر باللحظة دي دلوقتي، ما تجلدش نفسك. ده مش معناه إنك ضعيف، ومش معناه إنك غبي لأنك رجعت. ممكن تكون دخلت في نمط تتعلمه عقلك مع الوقت، والحاجة اللي اتعلمتها تقدر تتعلم منها وتغيرها. وأول خطوة مش إنك تكره الشخص ولا إنك تقنع نفسك إنه وحش. أول خطوة إنك تشوف العلاقة زي ما هي، من غير ما تخلط الحقيقة بالذكريات، ومن غير ما تخلط الحب بالقلق، والألفة بالأمان، والأمل بالواقع. مش معنى إنك رجعت قبل كده إنك لازم ترجع تاني دلوقتي. ولو الكلام ده لمس تجربة مريت بيها أو لسه بتمر بيها، اكتبلي في التعليقات أنا كنت متعلق بالشخص ولا بالنسخة اللي كنت بتمنى يكون عليها. اشترك في القناة واعملولي لايك، لأن كل حلقة هنا هتخليك تبص لحاجة في نفسك أو حياتك من زاوية مختلفة. أشوفكم في فيديو جديد كل خميس الساعة 8 مساء. انتظروني. Thanks for watching.